بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. معاكم محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار. النهاردة هناخد الكورس الأخير في شرح الأحوال الشخصية. طبعا هنزل روابط الفيديوهات ورا بعض عشان حضرتك تستمع المادة كلها، وهنزل كمان المادة بتاعتي في صندوق الوصف لو انت حابب تحملها يعني ملزمة، وهنزلها كمان على قناة على التليجرام، وهنزل الفون تواصل لو في اي مشاكل خاصه باي فيديو او باي اسئله. انا بكون سعيده في تلقي اتصالاتكم. ما ننساش الاشتراك يا جماعه، الاشتراك ضروري قوي قوي عشان نرفع الفيديوهات، علشان في طلبه كتير قوي حسب الامكانيات ما فيش امكانيات انهم ياخدوا دروس خصوصيه، فبنحاول ان احنا نساعدهم ابتغاء مرضات الله وكده. فحضراتكم او حضراتكم فضلا وليس امر تساعدونا في الموضوع ده، علشان إدارة اليوتيوب بتخلي الفيديوهات اللي هي معلهاش مشاهدات كتير بتنزل تحت قوي، والقناة مش بتظهر كتير. فيعني حضرتك ساعدنا في هذا الموضوع، ويلا بينا هنتكلم عن الخلع. ايه تعريف الخلع؟ هو فراق الزوج لزوجته نظير ما تدفعه لتخرج من عصمته. يعني الزوجة بتقول له عايزاك ان انا اطلع من عصمتك وكده، وهدفع لك اللي انت عايزه. تمام. شروط الخلع: يقع من زوج بالغ او يقع على زوج بالغ وعاقل، الزوجة المختلعة محلا للطلاق. طبعا الخلع بيحل محل الطلاق. مقابل عوض مالي بأي قيمة، طبعا الزوجين بيحددوه مع بعض. الخلع برضاء الزوجين. الصيغة بلفظ الخلع أو ما يدل على ذلك الإبراء، يعني أنا بريتك من كل المستحق، بريتك من مستحقاتي، بريتك من القايمة، بريت سامحتك في الذهب، الحاجات اللي هي بتبقى صيغ بصيغ الخلع. هنيجي بعد كده آثار الخلع. انتهاء ايه اللي بيترتب على الخلع؟ كلمة آثار الخلع: ما هو الذي يترتب على الخلع؟ انتهاء العلاقة الزوجية ولا يمكن معاودتها إلا بمهر وعقد جديد. يبقى هو بياخد هنا محال الطلاق البائن. واعتداد الزوجة بعد الخلع، بتاخد طبعا العدة بتاعتها، ولزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة، يعني اللي بيدفع بدل الخلع هي الزوجة. عدم اقتران الخلع بالشروط الفاسدة مثل ترك الابن، يعني مثلا واحدة قررت ان هي تخلع جوزها، فاقول لها لا، قبل ما تخلعي، لو انت هتخلعيني فانت مضيلي بقى ان انا اسيب ولادك، او سيبيني اربي ولادك، او ما تساليش في ولادك تاني. التفريق بحكم القاضي. تمام. التفريق لعدم الانفاق، طبعا لو واحده متجوزه واحد مش عايز يصرف عليها. تمام. نوعه طبعا بترفع قضيه للقاضي ان هو كده هتسبب لها ضرر، ان هو مش لاقي تاكل، فطبيعه القاضي هيحكم ليها. تمام. نوع الطلاق رجعي. يجوز الرجعه بشرطين: اثبات القدره على النفقه، واستعداد أداؤه للنفقة الواجبة عليه. شروطه: امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، لا يكون للزوج مال ظاهر. التفريق بسبب الغيبة. تمام. الغيبة يعني غيبة دي له فترة طويلة. نوع الطلاق بائن حتى لا يراجع الزوج زوجته ويستمر ضرر الزوجة. شروطه: الغياب بعذر بدون عذر مقبول، مدة الغياب سنة فأكثر. التفريق بحكم قضائي. تمام. ان هو مش عارفين له عنوان ولا تليفون ولا تاريخ ولا مكان، هو اديله سنين بره، احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. طب هي هتفضل متعلقه كده لحد ما يرجع هو؟ لا. فهي بترفع قضيه لدى القاضي، وبتقول له بجواز سفر ان هو اديله فتره طويله بره ما دخلش البلاد، فالقاضي بيحكم بتطليقها طلاق بائن، يعني ما ينفعش ترجع له تاني. التفريق لحبس الزوج. نوعه طبعا طلاق بائن حتى لا يراجع الزوج زوجته ويستمر الضرر له. شروطه: لازم واحده مثلا جوزها اتحبس فبترفع قضيه للقاضي ان هي عايزه تطلق. شروطه: اذا كان مده الحبس بتاعته 3 سنين فاكثر، قضى الزوج سنه من حبسه. التفريق بسبب العيب. يبقى التفريق بسبب العيب. تمام. نوعه طبعا الطلاق بائن حتى لا يراجع الزوج زوجته ويستمر ضررها. طبعا شروط التفريق بسبب العيب: لا يمكن يكون الزوج مريض بمرض بعيب، يعني لا يمكن الشفاء منه، يسبب ضرر للزوجة مثل الجنون والبرص. طبعا عدم علمها بالعيب عند العقد، يعني هي متعرفش ان هو مريض وضحك عليها وكده ومجابلهاش سيرة، يبقى هي بترفع قضية للتطليق للضرر بسبب العيب ده. طبعا بتجيب مستندات بتدل ان زوجها مريض مثلا، او مريض بمرض لا يمكن الشفاء منه، او مثلا مريض بمرض يمنعه مثلا من الانجاب، هي ما كانتش تعرف العيب ده. تمام. لو هي حابه تطلق منه مفيش مشاكل، القاضي بيحكم لها. طب لو هي حبت العيشه وعايزه تكمل، هي برضو الامر يرجع لها.
نيجي بعد كده اخر حاجة في المنهج، التفريق بين الزوجين للضرر وسوء العشرة. نوع طلاق بائن، ومدة تحكيم لا تزيد عن 6 شهور. الإساءة من الزوجة كلها، تمام، والإساءة شروطه الإساءة من الزوج كله، تمام، أو الإساءة من الزوجة كلها، والإساءة مشتركة بينهما مع عجز التصالح أو عجز الصلح. ده كان آخر فيديو في شرح مادة الأحوال الشخصية للصف الثالث التجاري. طبعا هكرر تاني يا جماعة، من فضلكم عايزين نرفع القناة لأكبر عدد ممكن ونزود عدد المشتركين علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس الغير قادرة على الدروس الخصوصية. يا رب الفيديو عجبكم. كان معكم محاسبة هبة فتحي من مدرسة زهر التجارية بالمنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.